السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا وانت ما بتاخدش بالك منها وانت طالع برودكشن. طيب لو شفت البوست بتاع الباشمهندس عمر احمد هتلاقي ان هو بيقول لك خد بالك من البرنت بتاعك، سواء البرنت العادي او الديباج برنت. يعني خد بالك ان الديباج برنت من اسمه يبان ان هو حاجه للديباج بس هو فعليا لو طلعت برودكشن وجيت تعمل ران للابلكيشن هتلاقي ان هو بيعمل برنت عادي جدا ملوش اي علاقه بالديباج مود. تمام. بيبدأ إن هو ينصحك وبيقول لك إن أنت المفروض تعمل logger class. فإحنا في الفيديو ده إن شاء الله هنطبّق مع بعض ونشوف إزاي نعمل الcore بتاعنا أو الlogger class بتاعنا اللي إحنا نبدأ نستخدمه مكان الprint أو مكان الdebug print بتاعنا، عشان لو أنت مثلًا عايز تشوف الtoken، عايز تشوف sensitive data، عايز تشوف أي حاجة من اللي الuser بيعملها، محتاج تشوفها في الdebug ماشي، بس ما ينفعش أي حد يشوفها في الproduction. ف دي فايدة الlogger class بتاعنا. وواحدة واحدة ببساطة جدًا الفيديو مش هيكمّل 5 دقايق. فلو جينا على الكود بتاعنا، ده flutter application عادي جدًا ما عملتش فيه أي حاجة، وقفلنا الterminal بتاعتنا. كل اللي أنا عملته عملت scaffold جديد وجواه elevated button عشان هنشوف عملية الprint اللي هتحصل معانا. تمام. طيب عايزين نبدأ بقى نعمل الlogger class بتاعنا. فإحنا وليكن عشان التقسيمة بتاعتك ما تتلخبطش بعد كده، أنت دلوقتي عندك الlib folder بتاعك عادي، جينا مثلًا عملنا الcore وطبعًا هيبقى عندك الfeatures. جوّه الcore مثلًا وليكن عملنا helper أو helpers عشان هتشيل كذا حاجة يعني، تسميها الhelpers. وجوّه الhelpers ممكن إن إحنا نبدأ نعمل helper class بتاعنا للlog، فممكن نسميه logger class أو app logger أيًا كان. logger class مثلًا dart. تمام. جوّه الlogger class ده مش هنعمل فيه أي حاجة، هيبقى class عادي جدًا، 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 هنسميه logger وليكن. الlogger أنت عايز تسميه أي حاجة، عايز تسميه أحمد، محمد، أي حاجة اللي أنت عايزها، بس الlogger واقعية وقريبة للexample أو للprint بتاعتنا اللي إحنا هنعملها. تمام. فهي واقعية جدًا. عملنا logger class بتاعنا. طبعًا هنبدأ جواه إن إحنا نعمل الfunction بتاعتنا. خلّينا windsurf يكمّل عادي جدًا. كل اللي أنت محتاجه وأنت تخيّل يعني تخيّل ال5 سطور دول هينقذوا حياتك إزاي في الproduction. تمام. بس طبعًا إحنا بنعمل إيه، عملنا function بتاخد منّي string message وبتطبع تعمل print للmessage. تمام. طيب ما هو كده أنا عملت print عادية، هاعرف منين إن أنا في الdebug والّا أنا في production؟ في الletter متقدّم لك حاجة لذيذة جدًا، جدًا، جدًا اسمها الkdebug mode. تمام. فلو شِلنا الprint عملنا if ال kdebug mode. تمام. الkdebug mode لو جينا بصينا عليها هتلاقي إن هي boolean. الboolean ده كل وظيفته إن هو بيعرف أنت في الdebug mode والّا أنت في الrelease mode أو في الproduction. تمام. فالboolean ده لو بtrue يعني أنا في الdebug يعني أنا عايز أprint فما فيش أي مشكلة يا باشا، اتفضل اعمل print. طيب الelse مش هنعمل حاجة، لإن إحنا الelse دي هنبقى في الproduction. فأنت لو في الproduction مش عايز تعرض حاجة، خلاص ما تعملش else. هو ده اللي إحنا محتاجينه بس. فاهم؟ هم 9 سطور، 9 سطور هيوفّروا عليك كتير جدًا، جدًا، جدًا في الproduction. بدل ما يبقى في مشكلة في الsecurity الtoken اللي أنت بتعمل لها print هتظهر، في حاجات كتير هتحصل فيها مشاكل. ده كل اللي أنت محتاجه. في customizations ممكن نضيفها وهنتكلم عليها دلوقتي بكل بساطة. بس خلّينا نجرّب الأول اللي إحنا عملناه ده. تمام. عملنا الlogger class بتاعنا، هنيجي في الelevated button بتاعنا في الfunction هيعمل logger.log وهندّي له الmessage بتاعنا. هنقول له والله elevated button pressed مثلًا. تمام. تمام. طيب الlogger class هيطبع الmessage عادي. طيب أنا لو عايز أcustomize أخلّي شكلها شياكة برضه، ما أنا الprint دي هتيجي لي من كذا حتّة، هيبقى شكلها برضه مش عارف دي print والّا دي جاية من الdata والّا جاية من الAPI والّا جاية من الstorage بتاعتي. فممكن بكل بساطة نcustomize الprint بتاعتنا نسميها وليكن ال logger. طيب اللوجر دي حاجة مميزة، حاجة بالنسبة لك أنت ما شُفتهاش قبل كده أو حاجة مش موجودة في فلاتر نفسها. فأنت لمّا تشوف اللوجر وبعديها الmessage أنت عارف إن أنت دي حاجة أنت عامل لها print. تمام. فلو جينا نrun الكود، خلّيني بس أضبّط الشاشة شوية. آآ، 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 آآ،
أوكي، لو جبنا الكود بتاعنا وعملنا كل اللي إحنا عايزينه، عايزين نعمل run تمام، عشان نشوف هو شغال والّا لأ. طيب هنعرف منين إن هو شغال؟ هنجرّب دلوقتي نrun على الdebug mode وبعد ما نتأكد إن هو شغال تمام، هنقفل ونrun على release عشان نشوف هي فعلًا بتظهر والّا لأ، تمام؟ طيب دلوقتي عملنا run ده شكل الapplication بتاعنا، طبعًا هو سيء جدًا بس ما لناش دعوة، ركّز معايا الterminal أو الdebug console اللي تحت لو أنا دوست على الbutton بتاعي، هتلاقي إن هو قال لك إيه، قال لك logger الelevated button pressed تمام، كده هو بيعمل log فأنا لو عملت أو بيعمل print عامةً، لو دوست تاني هتلاقي إن هو بيطبع مرّة كمان بالlogger class بتاعنا تمام، طيب أنا دلوقتي لو جيت قفلت الكلام ده تمام، وجينا في الterminal سيبك من الكلام ده عشان أنا كنت لسه باجرّب قبل الفيديو يعني، لو عملنا flutter run release أنا عايز أrun على release أو على الproduction عايز أشوف الprint دي تظهر معايا والّا لأ تمام، طيب هو دلوقتي عمل run المفروض عملت run من الterminal فأنا الdebug بتاعي بقى في الterminal، يعني أنا المفروض في الterminal دلوقتي لمّا أدوس هنا المفروض إن أنا ما أشوفش بقى إن ده release تمام، يعني لو أنا عملت print لحاجة هتظهر في الterminal هتظهر هنا قدّامي تمام، فأنا دلوقتي لو جيت دوست على الlog button بتاعي ما فيش أي حاجة بتحصل، يعني أنت شايف الterminal قدّامي زي ما هي مش بتتغيّر وأنا قاعد بادوس الماوس بتاعي أو بادوس على الbutton بتاعي، حلو، طيب أنا عايز أتأكد اطلع بقى من الكلام ده كلّه خلاص، عايز أتأكد إن هو فعلًا مش بيطبع في release وبيطبع في الdebug بس. طيب لو دخلنا عملنا else عشان أنا باعمل دي بس عشان أورّي لك إن هو عادي ممكن أشغّله في الproduction يعني ده ممكن أشغّله في الproduction وممكن لأ، بس ما تعملش الحتّة دي، إحنا مش محتاجين الكلام ده، هو هنا طبعًا بيقول لك إن أنت في release mode ومش عارف إيه، سيبك من الكلام ده، اعمل run كمان عشان نشوف هو دلوقتي لو أنا دخلت في الcondition بتاع الproduction هيطبع والّا لأ. وخُد بالك في فرق ما بين الاتنين، يعني البرنتاية الأولى اسمها logger بس، إنّما البرنتاية التانية اسمها logger release تمام، عشان يفرّق لك ما بين الTwo logs. طيب دلوقتي عملنا run، إحنا الfunction الأولى أو الrun الأولى لمّا كُنّا عاملينها من غير else ما كانش بيطبع أي حاجة في الterminal بتاعتنا. طيب لو جينا دلوقتي دوسنا هتلاقي إن هو قال لك إيه بقى، بُص هنا قال لك اللوجر release elevated button pressed تمام، يبقى كده معناها إيه، معناها إن هو دخل في الcondition التاني بتاع الproduction، يعني أنت من الآخر أي كود أنت عايز أو أنت عايزه يتحقق في الdevelopment بس أو في الdebug mode بس، هتروح تحطه في الcondition ده تمام، أي حاجة أنت عايزها في الproduction هتحطها في الelse تمام، تمام، فخلاص إحنا كده عرفنا إزاي نتجنب موضوع الprint في الproduction. طيب الشكل العام كويس جدًا، بس أنا مثلًا أنا بابرنت في كذا حتّة، يعني أنا بابرنت في حتّة عايز أشوف error في بابرنت في حتّة عايز أشوف warning عايز أشوف أي حاجة تاني، عايز أcustomize الmessage بقى، أنت وشطارتك، يعني أنت من الآخر أنت هنا أنت بتبعت الmessage عايز بقى تفنّن في الfunctions عيش حياتك. أنا مثلًا جيت هنا خلّيني أجيب لك السكرينة دي قدّامنا، أنا دخلت ChatGPT قُلت له أنا عايز general print helpers تمام، عايز general print helpers معناه إن أنا عايز مثلًا واحدة warning واحدة error واحدة مش عارف إيه، فأنت لو جيت بصّيت هنا هتلاقي إن الlog العادية بتاعتنا جدًا تمام، تاني حاجة عندك حاجة اسمها الinfo عندك حاجة اسمها الdebug عندك حاجة اسمها warning عندك هنا الerror لو أنت عايز يطبع لك error customized ويعني يقول لك في الآخر logger error وبعد كده يروح رامي لك الerror بتاعك، فأنت حرفيًا الclass بتاعك ده تقدر تروح واخد ده بقى تروح جاي تروح عامل كده، شكرًا، تقدر إن أنت تروح هناك بقى تcustomize الكلام ده، طبعًا هنا اسمه app logger فلو جينا خلّينا ده الapp logger ما فيش أي مشكلة، هتلاقي إن كل حاجة شغالة زي الفل. بس كده ده فيديو النهارده والسلام عليكم.